عندها تقاليد، عندها مكانة في المجتمع، عندها تاريخ. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل، هذا معروف. أحزاب نختلفوا معها ولا نتفقوا معها، إلا حزب العمال. إلا حزب العمال. هنا أطرح من فضلك، هنا أطرح. أنتم والكثير من الأحزاب السياسية في بلادنا تنادي بالديمقراطية وإرساء الديمقراطية في البلاد. سيدتي الكريمة، أليس من الأحسن أن ترسى الديمقراطية في الحزب في حد ذاته قبل أن تطالبون بإرساء الديمقراطية في البلاد؟ أنت مناضل في حزب العمال، سامحني. من سنة 1990 حتى 2003 أنت ناطقة رسمية، بمعنى أنت متحدث، أنت رئيسة تقريبا امينه عامه، ثم من 2003 روح راجع المطالعه نتاعك، روح اقرا في ابجديات السياسه. لا سامحني اطرحت 5 اسئله في سؤال واحد. لا خليني نكمل سؤالي وبعدين لك الحريه في الاجابه. من 2003 2014 و2017 اعتقد لا زلت امينه عامه، لماذا ما تتركيش مكانك مثلا لعضو اخر ولا الاطار اخر من اطارات الحزب؟ ما عندكمش اطارات اخرى مثلا تمثل الحزب الا لويزا حنون؟ اسمح لي، انت مناضل في حزب العمال شيء؟ ممكن ان شاء الله. لا الان انت مناضل؟ لست مناضلا. انت منخرط؟ لا انا لك متابع. لا انت منخرط. تغير الادوار. لا انت منخرط في حزب العمال. انا متابع للراي. لا ما يكفيش، انا نطرح عليك سؤال جاوبني كيما انا دوك نجاوب. لست مناضلا. لست مناضل. نعم. ولست منخرطا. نعم تمام. ما دخلك في شؤون حزب؟ انت لا تنتمي اليه. لا هذا تدخل في شؤون حزب، هذا اسمه شيء خطير جدا. لكن راك تتصرف مثل ما تتصرف المنظمات الغير حكوميه الامريكيه اللي تحب تفرض الرؤساء، اللي تحب تفرض الاراء على البلدان وتخرق السيادات تاعها. انت لو كان حبيت تعرف شيء كنت تجي للمؤتمر اللي كان مفتوح من اول يعني ما فتحناه الى اخر لحظه، كان مفتوح بما فيه اللجان ونمط اختيار القياده وكيفاش يعني المناقشات الحاصله. لا ما تقطعنيش اطلاقا. فضلي. لانه الجواب يتوجه لك ولغيرك. ولغيرك. اليوم رانا نشوفوا جزء من الاعلام اصبح انقلابي. القاعده في الممارسه السياسيه بالنسبه للبعض ما عادتش انه هل في المؤتمر توفرت شروط الديمقراطيه نعم. والشفافيه. نعم. ويعني كانوا المؤتمرين هذوما ناقشوا بكل حريه وصادقوا واختاروا القياده نتاعهم ام لا، انما اصبح انه لازم يكون مشادات. نعم. لازم تكون خلافات جذريه، لازم الدم يسيل حتى. تمام. الدم يسيل. بالنسبه للبعض اصبح هذا هو المقياس، وهنا هذا بالخطوره بمكان، لانه انحراف خطير. اولا انا صححت لك، مش انت اللي تحدد واش الدور تاع الناطق الرسمي في حزب العمال. رجاء ما حددتش. وعلاش انت اللي حددته؟ قلت انه هذا بمثابه الرئيس. لا باي حق تسمح لنفسك انك تهين اللي كان الامين العام نتاع الحزب رحمه الله؟ سي قلت باللي هو يعني سي لا رجاء اللي يتمادى يلقى الجواب نتاعو. هذا تمادي وهذا يعني توقح. لانه شوف احنا ما ندخلوش في القناه نتاعكم. انا ما يحقليش اطلاقا نقول لمدير القناه علاش حطيت فلان رئيس تحرير ولا على حطيت فلانه ولا نحيتها. لانه احنا نحترم استقلاليه جوستومون الاعلام. فالمفروض انكم انتم ايضا الاعلام يحترم استقلاليه الاحزاب. احنا حزب ما يدخلش في شؤون لا الاعلام ولا الاحزاب الاخرى. لا رجاء لا ابدا ما يحقلكش ابدا يعني تستخلص بهذه الطريقه وتحشر نفسك. ثم نهار اللي انا نقرر، هذا احتكامي الحر. نهار اللي انا نقرر لانك مسيت بحياتي الشخصيه وباحتكامي الحر، واش دخلك فيا وقت ما نقرر انا انسحب من القياده او نشوف روحي تعبت ولا ما تعبت؟ انت تخلط ما بين الوظيفه وبين الممارسه السياسيه والالتزام. لازم تعرف بلي الالتزام قناعات ماهوش وظيفه اللي نتقاعدوا منها. السيده لويزا حنون بطريقه سهله، احنا حبينا نقولوا يعني في حزب العمال داخل حزب العمال، وعلاش باش نتحدثوا على الديمقراطيه وعلاش ما شفناش مترشح اخر؟ ما حبوش. هذا ما كان جاوب. لا يا اخي، وانت قلتها لكن زميلك قال اول وصدر احكام وحشر نفسه في امور لا تعنيه ولا يحق له التدخل فيها. اسمح لي، اطاراته كاين وقياديين وكاين، ومن القياده اللي كان فيها 71 انتقلنا الى 106 وكلهم قياديين الان وكاين بالمئات. ربما نص المؤتمر كان ممكن يكون في القياده، لكن باش تكون ناجعه وتناقش لازم تكون في العدد يكون معقول. اسمح لي، تعرفوا المسؤولين تاعنا اللي استضفتوهم هنا وشفتوا الكفاءات نتاعهم كما الكفاءات نتاعي، ولكن المؤتمر سيد وشاف باللي الحصيله ايجابيه نتاع القياده بصفه عامه وتاع الامينه العامه بصفه خاصه. والاعضاء القياديين واحد منهم ما ترشح
وهما المؤتمر ألح أنه تتجدد الثقة، فما دخل أنا كنت شاهدا على شفافية المؤتمر. لماذا التعليقات هذه؟ لا ليست تعليقات، هو تعليقات لأنه هذا توجه انقلابي. هذا توجه انقلابي. لماذا لا تحددون؟ هذا توجه انقلابي. مش دخلك أنا نشوف في روحي عندي القدرة مانيش مريضة ومانيش ومعجزت ومازال عندي حسرة مازال. والالتزام باش تفهم مرة أخيرة، الالتزام السياسي هو قناعة، ماهوش وظيفة اللي الواحد ياخذ يتقاعد منها. الإجابة إذا كان بقات عندي كفاءات، يعني بقيت مخي يمشي، إذا كان يعني ربي يطول لي العمر بقيت حتى 100 سنة، مش معناتها نبقى في الأمينة العامة 100 سنة ولا، إنما نبقى ناضل لأنه هذا الفرق، هذا التفسخ اللي رانا نتكلموا عليه، هذا التلوث اللي واحد يجي البارح يختار يدير لاغريمون الاعتماد تاع الحزب في الكارطابل ويهز ويحسب لي هذه هي القياده وهذا هي السياسه، ويجي في التلفزيونات ويشتم والى اخره. عمار غول جا البارح راهو متقدم عليك شويه. عمار غول فاش متقدم الحزب تاعو عماره بن يونسو مثلا مرتبه ثالثه، نحاولك المرتبه تاعها. لا بكل صراحه شويه جديه في الحساب يا اخي وين شفت انت حزب؟ وين شفت حزب ما شاركش في الانتخابات المحليه ويقول لك عندي 3000 منتخب؟ هذا تفسخ، هذا تجوال سياسي، معناتها يشجعوا في الفساد، يشجعوا انه ما تكونش احترام العهده اللي هو اساس الديمقراطيه تاع التفويض. الى انت تفوتي عليا على اساس البرنامج تاع حزب العمال ونروح ننتقل لحزب واحد اخر، انا معناتها اغتصبت ضميرك، وبالتالي احنا نحترموا هذا الحزب وما ندخلوش روحنا، ولكن في نفس الوقت شيء مضحك. ديمقراطية وما ديمقراطية، ويساعد في التجوال السياسي يعني يشجع فيه بكل قوة. قال يعني لقط برك لا سيد الوزير مادام انك تكلمتي بالقاسم جير اخر سؤال قصير جدا. تكلمتي عن العهدة، أليس العهدة وتحديد العهدة في حزب هو مقياس لقياس الديمقراطية وإرساء الديمقراطية؟ لماذا إذا لا تحددون العهدات في حزبكم مثلا؟ هذا مش مقياس. أنا جاوبت على هذا السؤال. غريب والله، انت غريب يا اخي، ما سمعتليش. ما تسمعني والله. لا. انا جاوبت على هذا السؤال. احنا ما عند شوف التناوب على السلطه اللي يتكلموا عليه، هون نعطي لك امثله تاع التناوب على السلطه. في فرنسا يروح حزب يميني يجي حزب يساري، والسياسه نفسها بالعكس تزيد تتعمق ويزيد يعني الدمار اكثر. الولايات المتحده حزب جمهوري حزب ديمقراطي، نفس السياسه شي ما يتغير. هذا مش تناوب. السياسات هي لما الأغلبية تقرر بلي هذه السياسة مش مليحة وتغيرها، هذا هو الأهم. على هذيك أنا نقول لك دير تقول العهدتين ولا 3 عهدات. احنا الديمقراطية تاع التفويض، لا ديموكراسي دو ماندا، هذه هي الأساس. نجيو للمؤتمر ونقدموا الحصيلة نتاعنا، والمؤتمر يحكم هل الحصيلة إيجابية ولا سلبية.